بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خواتي حبيبتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وأفضل حال. كيف ما تلاحظوا هذا الفيديو ديال هذا النهار مختلف تماما في القناة، يعني كيف ما تلاحظوا هذا الفيديو هذا يعني يؤرقني جدا كلما رأيت هذا المنظر، واضطريت أنني أحطه في القناة. يعني هذا دخان طالع من حق إطارات، يعني بالليل وبالنهار وبجميع يعني الأوقات ديال النهار، وفي محطات يعني أماكن مختلفة من هذه المدينة. يعني بحق ناس صغير مسؤولين، بحق إطارات ربما بغرض التسلية أو بغرض يعني حق نفاياتهم، يعني يستعملوا إطار السيارات أو إطار الشاحنات أو أي إطار. يعني راكم عارفين هنا في الظلام يعني راه قريب المغرب، يعني بدات الشمس، تغربت الشمس يعني، وحق الإطارات كمان. كيف ما تلاحظوا الدخانات، يعني ماشي دخانات، عفوا دخان طالع للسماء، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الأمر يؤرقني ويألمني جدا. نتمنى نصد ربي يهديهم يا ربي، يعني أناس غير مسؤولين بيحقوا الإطارات زي ما قلت. يعني ممكن الغرض أنهم يتخلصوا من النفايات ديالهم عشان النار يعني تبقى تحترق واحد المدة طويلة. أو ممكن رأيت كذلك واحد المرة أطفال يعني بغرض التسلية أو اللعب، وهذا خطير جدا. يعني نسأل الله تعالى لهم الهداية، ولو كنت أقدر لو وقفت هذا الشيء، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا ما عسى يقول. وكيف ما قلت لكم هنا كمان يعني بحق ولو بالظلام، يعني حتى في الليل، ليل ظلام دامس يعني. وكانت في هذه الأيام في هذا الوقت شتاء، يعني كانت شتاء، ورغم ذلك الإطار مشتعل جدا وما بينطفي يعني ولو بالشتاء. يعني الشتاء تتصب عليه الشتاء، ولكن ما بينطفي. واعتذر لأني بتكلم مضطرة شوية وبتكلم بالعربي، والله يهديهم ويصلحهم يا ربي، وفي أمان الله.